في تتمة نشرة الواحدة وفي الشان الثقافي وفي عالم الفن السابع، تم سهرة أمس بقاعة السينماتيك بالعاصمة العرض الشرفي لفيلم من أجلك للمخرج الشاب خالد بكيش. العرض نظمه المركز الجزائري للسينما، ويستند الفيلم على أحداث واقعية حدثت إبان الثورة التحريرية، حيث تم استعادة بعض تفاصيلها في قالب تاريخي يسرد معاناة الأسر الجزائرية في المداشر والقرى من جرائم المستعمر الفرنسي. ثوري ويحكي على قصة مهمة جدا أخذت من قصة حقيقية. كاع لي ولايات تاعنا ينجموا يحسوا بالألم اللي صرا، والأم هذه qui a perdu son enfant à cause de l'agression, à cause de l'oppression, à cause de l'agression تاع فرنسا. اليوم رانا في قاعة السينماتيك لمشاهدة مع بعض فيلم من إنتاج وزارة الثقافة، وهذا في إطار الديناميكية اللي تعرفها السينما الجزائرية منذ جلسات التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية، وكانت يعني انطلاقة حقيقية لبعث الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر. والحمد لله المنتجين والشركاء وعائلة سينماتوغرافية من فنانين وتقنيين شاركونا في هذه الديناميكية التي عرفت حقيقة رواج